صالح لأجل ذلك. ومن القصص التي ذكرها لنا بعض مشايخنا أنه قبل 70 سنة أو أكثر جاء سيل لمنطقة الرياض جهة الجبيلة التي فيها قبور الصحابة رضوان الله عليهم، فحسر الوادي عن قبر رجل قدر الناس أنه من الصحابة، لأن هذه مقبرتهم معروفة الآن مسورة، ولم يروا، يقول لا نعرف لباسه، إنما لباسه لباس الأوائل، لباس الأوائل، يعني ما نعرف لا أبانا ولا أجدادنا. هذا الشيء، هذا الكلام من أكثر من 70 سنة. والقبور هي قبور الصحابة التي في الجبيل عند الحديقة التي كانت عند مسيلمة، ووجدوه لم يتغير كأنما دفن قريبا، بيد أن شعره طويل وأظافره قد طالت. فأخبروا الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، فقال الشيخ تخرج لجنة الآن، كانوا راح ناس يشوفون السيل، تخرج لجنة ويحفرون في العيينة 6 قبور ويضعون في أحدها مثل ما فعل عمر ويدفن فيها، ويخفى الأمر، لا يعرف في أي قبر هو. وهذا مثل قضاء عمر رضي الله عنه وفعله، وفيه سد للذريعة، وسد الذريعة أصل من أصول الشريعة ولا شك. نعم.